إلى الجمهورية الصحراوية ونحمل جواز سفر الجمهورية الصحراوية الذي نفتخر به ونعتز به وندافع عنه في كل المنابر بكل فخر وبكل عزة، وندافع عنه من الأراضي الصحراوية المحتلة التي نرى يوما بعد يوم التظاهرات ضد الاحتلال المغربي. وندافع هو أن لا يقاطعني وأن يتركني لكي أجيبه كما استمعت إليه. أولا، جواز السفر هذا الذي تحمله هذا الجواز الأزرق هو في آخر المطاف لا قيمة له، لأنه حتى رئيسكم وحتى عناصركم الذين يذهبون إلى القارة الإفريقية أو إلى الاتحاد الإفريقي يذهبون بجوازات سفر جزائرية. لا يوجد شيء في العالم اسمه أهلا بكم من جديد. لأول مرة منذ إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل يزور قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار المغرب برفقة وفد عسكري رفيع المستوى، زيارة بحث خلالها مع مفتش القوات الملكية الجوية العابد العلوي بحامة تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين المغربي والإسرائيلي. ويعمل المغرب على تعزيز قدراته البرية والجوية بمساعدة إسرائيل، حيث تقترب الرباط من الحصول على أحدث جيل من الطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها سلاح الجو الإسرائيلي. إذن على ماذا يدل سعي المغرب في تطوير دفاعها الجوي في وقت يتعمق به الخلاف الجزائري المغربي؟ وكيف تنظر الجزائر وجبهة البوليساريو إلى هذا التعاون بين المغرب وإسرائيل؟ نناقش بعد هذا التقرير. وصلت الفكرة الطالب، كيف تقرأ هذا التعاون، وبرأيك كيف تنظر الجزائر وأيضا جبهة البوليساريو إلى مساعي المغرب تعزيز قدراته؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية أريد أن أوضح لضيفكم الذي رحب بالضيوف المغاربة كما سماهم، أنا لست مغربيا، أنا صحراوي من الجمهورية الصحراوية من الصحراء الغربية، وأفتخر بكوني صحراوي وبعيد كل البعد ولا صلة لي بأن أكون مغربيا. هذا فقط للتوضيح. إجابة دائما أقول لكم في هذا البرنامج وفيما يتعلق في العنصر الأخير، وأجيب أيضا مرة أخرى على ضيفكم، وهو عنصر هوية الساكنة. نحن سكان الصحراء الغربية ننتمي إلى دولة الصحراء الغربية، إلى الجمهورية الصحراوية ونحمل جواز سفر الجمهورية الصحراوية الذي نفتخر به ونعتز به وندافع عنه في كل المنابر بكل فخر وبكل عزة، وندافع عنه من الأراضي الصحراوية المحتلة التي نرى يوما بعد يوم التظاهرات ضد الاحتلال المغربي، وندافع عنه في الأراضي الصحراوية المحررة، حيث نرى الجيش الشعبي الصحراوي وقوات جبهة البوليساريو تكافح وتجاهد ضد قوات الاحتلال المغربية التي الآن تلجأ إلى إسرائيل لمواجهة الصحراويين وفرض احتلال لا أساس قانوني له ولا أساس تاريخي له. طيب، يعني دكتور عبد الفتاح تبسمت عندما تحدث الطالب، ولكن فيما يتعلق بهذه الزيارات، قبل هذه الزيارة الإسرائيلية اليوم إلى المغرب كان هناك العديد من الزيارات الأمنية والعسكرية المغربية أيضا إلى إسرائيل. هل يمكن القول أن المغرب تستعد لحرب ما، أو ربما هناك خشية حقيقية من اندلاع حرب في منطقتكم؟ وبدأت بالحديث عن التهديدات. أولا يعني ضيفك لم يجيب عن سؤالك مطلقا، وطبعا يجتر نفس الكلام الذي يقوله دائما، الذي يكتب له ويحفظه بشكل دائم، وأتمنى أن يتسع صدره وأن لا يقاطعني وأن يتركني لكي أجيبه كما استمعت إليه. أولا، جواز السفر هذا الذي تحمله هذا الجواز الأزرق هو في آخر المطاف لا قيمة له، لأنه حتى رئيسكم وحتى عناصركم الذين يذهبون إلى القارة الإفريقية أو إلى الاتحاد الإفريقي يذهبون بجوازات سفر جزائرية. لا يوجد شيء في العالم اسمه جواز سفر لدولة غير عضو في الأمم المتحدة. يعني لا تضحكوا على الدقون وتنتجوا جوازات سفر عند مطابع الحي وتعتقدون أنها لديها القيمة ولديها القانونية. من ناحية أخرى، أنت حينما تقول أنك لست مغربيا يا أخي، أنت تحديدا لا لنعود. لا تقاطعني، لماذا تقاطعني الآن؟ لماذا تقاطعني؟ لماذا تخشى؟ ثانيا، أنت تحديدا أنت مغربي من منطقة تكنا، لا علاقة لك لا بالرباط ولا بالصحراء ولا بأي شيء، وأبوك وعمك اغتصبه البوليساريو. يا أخي، أنت تدافع عن البوليساريو الذي اغتصب أباك وعمك. يعني أنت عيب. هذا هو تحديدا مغربي، هو مغربي، هذا تحديدا مغربي. لا نشخص الأمور، ولا أريد أن أعرف الطالب من أين، ولكن لا أسامح. هذا تحديد يا أستاذ، يا أستاذ، هو تحديدا مغربي، هذا لا علاقة له بالبوليساريو. بوليساريو ليس تنظيما للمحامين ولا نقابة للفنانين. موريتاني كما تقول في العادة. أنا مغربي موريتاني. لا
لا انت من التكنى، انت تكذي. اتحداك الان ان تقول لي انا الى اين تنتمي. يعني دكتور عبد الفتاح، ولكن ابوك وعمك اعتقله البوليزاريو وعذبوك. لا علاقه لك بالبوليزاريو. وليس، لا لو سمحت، لا هذا ليس الموضوع الان. لا جوهر النقاش يا استاذ نورين، جوهر النقاش وما هو بوليزاريو. العلاقات المغربيه فيما يتعلق بالمغرب واسرائيل. لو سمحت دكتور عبد الفتاح. يا أستاذ، بوليزاريو الذي يدعي الآن أن ما يقوم به المغرب من علاقات مع إسرائيل هو يستهدفه عسكريا. بوليزاريو المغرب دحره عسكريا منذ العام 75. بوليزاريو غير موجود الآن عسكريا. 700 بيان عسكري أنتجوها فقط في فيسبوك. هؤلاء غير موجودين الآن. الخطر الموجود هو التنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام الموجودة في الساحل والصحراء. لا أحد ينظر إلى بوليزاريو ولا يعتبره ولا يضع له حسابا. حينما أثير المسألة الشخصية للأخ طالب، أنا أقول له أنت ترتزق ببوليزاريو، لا علاقة لك بهذا التنظيم، لا علاقة لك بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. من آخر الكلام أنت يعني ما علاقتك بالموضوع، لأنه بوليزاريو تنظيم انفصالي ينبغي على من يتواجد فيه أن يكون موجودا في منطقة النزاع. أنت لا علاقة لك بمنطقة النزاع يا أخ. من ناحية أخرى هذا التنظيم ليس تنظيما للمحامين أو نقابة أو حركة إصلاح ديني أو تنظيما نسويا أو نقابة للفنانين. كل من جاء سينضم إليه. يجب أن يكون من يوجدون في بوليزاريو ينبغي أن ينتموا إلى المنطقة. فبالتالي أنت إنسان مغربي تبحث عن مصالحك الشخصية، عن ورقة لجوء في إسبانيا، تفعل هذه الأفاعيل، الكل أصبح يعرفك. من ناحية مسألة أخرى مهمة جدا، حينما يقول أن المسألة تاريخيا، لا موضوع السيادة الذي تكلم عنه. قرار أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في العام 75 تكلم عن روابط الولاء والبيعة، وأتحداك أن تنكر ذلك لأن هناك فقرة خاصة من ناحية العلاقات التاريخية. حينما كان هناك رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية وطلب من الجمعية العامة في العام 74، المغرب قدم أزيد من 50 وثائق بيعة مكتوبة بين قبائل الصحراء وبين المملكة المغربية وبين سلاطينها عبر التاريخ. من ناحية ثالثة، حينما تتكلم عن موضوع السيادة بالمعنى القانوني المعاصر، لا يوجد لديكم لا إقليم ولا سكان ولا سلطة سياسية تمارس على هذه الأراضي، وبالتالي أنتم في أحسن الأحوال ينبغي أن يكون تنظيم بوليزاريو حكومة من. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة لا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة.